يا عيني يا ابوي يا ابوي على الجمال. السلام عليكم، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده اسهل واسرع اكله وهي اكله الحواوشي. يلا بينا يلا. هنجيب البوله بتاعتنا وهننزل عليها بنص كيلو لحمه مفرومه. نركن البوله باللحمه المفرومه على جنب، وهنحتاج معانا فلفل الوان صغيره، وهنحتاج معانا بصل. هننزل بالبصل والفلفل الالوان في البوله اللي فيها اللحمه المفرومه. دلوقتي هننزل بالبقدونس، فلفل اسمر، نص معلقه ملح، واخر نوع بهارات معانا كيس بهارات حواوشي. انت مش محتاج اكتر من كده. بعد اذنكم بقى وبعد اذن الناس اللي بتتكلم على الجلافز، فاهم انت يا حبيبي؟ انا باكل، انا لا روحي على فكره، يعني الاكل ده كده لا روحي، او انا وواحد صاحبي، فاهم انت؟ فمش قرفانين من بعض والله. فاهم؟ بس ما تخافوش، بعد كده ان شاء الله هجيب جلافزات. وبعد ما خلصنا عجن فيها نحتاج العيش ابو رده. نجيب بقى الخلطه بتاعتنا وفي قلبها بالمنظر ده. خلص الكميه كلها ونرجع لكم. خلصنا كميه الحواوشي اللي معانا في 4 ترغفه، نركنهم على جنب. تعال نروح للبوتاجاز. ننزل بالطاسه بتاعتنا على النار، وهننزل على الطاسه ببختين زيت. بسم الله. هوبا يا عيني يا ابوي يا ابوي على الجمال. نطلعها بقى كده كده، كفايه عليها قوي. ايه الحلاوه دي، الطعم دي. بختين زيت الاول كده، اللي بعده يا اولاد. هوبا يا ابوي على الجمال يا ابوي. شكرا نورتينا. اقعدي جنب اختك بقى. وبعد ما خلصنا الكميه بتاعتنا هنروح على مكان التسليم. يلا بينا يلا. واخر حاجه قبل ما نروح لمكان التسليم هنعمل الطحينه. هنحتاج ب 20 جنيه طحينه، مش اكتر يعني، اللي هو فاهم، فرد واحد. البوله نفتح الكيس بسنانك بقى، ننزل بالكميه بتاعتنا. هننزل عليها بليمونتين وندوس. بس كده كده يكون عصرنا ليمونتين. معظم الطحينه يعني اي مطعم طحينه بيحط خل. انا عندي حساسيه من الخل، او من ناحيه الخل يعني مش بستطعمه في الطحينه. طب شويه ميه للتخفيف. ننزل على الطحينه برضو بملح، شويه ملح كده ايه، وشويه كمون برضو نفس الايه، نفس الكميه برضو. محتاج شويه ميه كمان. عملنا الطحينه. انا بموت في الطحينه لما تكون تقيله كده بالمنظر ده. هي بالنسبه لكم مش تقيل عشان الفيديو كده، بس انا بالنسبه يعني بص، انا بحب القوام ده. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه، يعني ما تنسوش تدعوا لهم. والصراحه الاكله دي يعني فوق الخيال والله. بص اعملها بالطريقه دي، بس اللي انا الصراحه عارف انه ناقص وما لقيتوش، انا ما لقيتوش، هي الليه. انت لو جبت الليه انت هتخلي الاكله دي جباره. ويلا بقى اشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله، وقولوا لي ايه رايكم في الاستوديو بتاعي الجديد. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.